في هذه الأيام كثر الحديث وكثر اللغط عن واحد السنة، واحد النسيكة اللي فرضها عنا الله تعالى، واللي هي فيها الخير الكبير لنا وسبب من أسباب قبول الصيام، وهي زكاة الفطر. فاليوم إن شاء الله تعالى نصيحة لكل إنسان وجبت عليه زكاة الفطر. إذا كانت يعني علماء الأمة فرضوا علينا مثلا 25 درهم، فما فيها بأس أن الإنسان يخرج 50 درهم إذا كان المستطاع طبعا. وحبذا لو أنه يتجمعوا مثلا بالعائلات، مثلا كل عائلة تجمع ويخرجوها وتعطى للناس اللي هما يستحقوها. يعني وبالاخص في هذه الايام يعني كنشوفوا هذه الملابس وهذه المحتاجات، يعني الاحتياجات ديال الاسر غاليه. فالانسان اللي وفق الله تعالى وفرض عليه الله تعالى انه يخرج الزكاه، فهذه هي الفرصه يجعلها زكاه للفطر، والبقيه تكون يعني صدقه 25 درهم اللي فرضت عنا يعني الشريعه، يعني زكاه للفطر، والباقي يكون اعتبار صدقه. فنطلب الله تعالى انه يجعلنا واياكم من هذوك الناس اللي قال فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا امراضكم بالصدقه. فالصدقه يعني راه كتدفع البلا والباس. نطلب الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعلنا واياكم من عتقائه من النار، انه الولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.